قانون الرياضة الجديد وبند الثمان سنوات، واليوم في مجلس النواب حضر وزير الرياضة وتمت الموافقة على التطبيق أو على صدور قانون الرياضة الجديد. وهنا وضح وزير الرياضة بند الثمان سنوات يتم تطبيقه بعد 3 دورات بعد 12 سنة فور صدور القانون، يعني مش بأثر رجعي. بمعنى أصح الكلام ده معناه إيه؟ معنى الكلام ده بالبلدي كده، بعد ما يصدر القانون يتم تطبيقه بعد 3 دورات. القانون لو صدر النهارده بكره بعد سنه يبقى من تاريخ صدور القانون من حقك انك تدخل 3 دورات وبعد كده تتمنع. بمعنى اصح لو طبقنا هذا الكلام مثلا على النادي الاهلي مثلا، كان دايما عشان مجلس ادارته بيقال ان القانون ده معمول للمجلس الكابتن خطيب، فبالتالي هنا انت بتتكلم ان الكابتن خطيب حضر دورتين وباقي له دوره ثالثه القادمه. هل الدوره الثالثه دي هي الاخيره بالنسبه له؟ لا، ده لو اتقال انه بيتطبق باثر رجعي، لكن من حق الكابتن خطيب ومجلسه ان هو او اي مجلس اخر، اتحادات او مجالس انديه، ان هو يدخل من بعد القانون حاليا لو صدر النهارده ان يدخل 3 دورات قادمه عادي جدا جدا، والدورتين اللي فاتوا دول خلاص ما فيش اي مشاكل بالنسبه لهم، وبالتالي لم يتم منعه من دخول اي انتخابات غير بعد 12 سنه او بعد 3 دورات من القادم.